استفاق سكان مدن الريف شمال المملكة صباح يوم الثلاثاء 9 دجنبر على وقع هزة أرضية مفاجئة، وهو الأمر اللي عاود طرح تساؤلات حول طبيعة النشاط الزلزالي اللي كيعرفها حوض بحر البوران. المعهد الجغرافي الوطني الإسباني أكد تسجيل هذه الهزة اللي بلغت قوتها 3.7 ديال الدرجات على سلم ريشتر، ومركزها كان على بعد حوالي 55 كيلومتر شمال شرق مدينة الحسيمة. الخاصية اللي ميزات هذه الهزة هي العمق السطحي ديالها اللي وصل ل 0 كيلومتر، هو اللي خلى الإحساس بالارتجاج يكون قوي وواضح في مناطق بحال الحسيمة والناظور والدريوش، بالإضافة لمدينة مليلية وخا القوة ديالها كتبان متوسطة. خبراء الزلازل كيشيروا إلى أن هذه الهزات المتوسطة كتكون أكثر إحساس لأنها كتوقع في القشرة الأرضية مباشرة. حدود اللحظة المعطيات الرسمية كتأكد أن ما تسجلت حتى شي أضرار مادية أو إصابات في المدن المغربية. هذه المنطقة كتعتبر نقطة نشاط مستمر بسبب التقاء الصفيحتين الإفريقية والأوراسية. هذه الهزة اللي وصل التأثير ديالها حتى للسواحل الجنوبية ديال إسبانيا كتعاود تفتح النقاش حول مدى الاستعداد ديال البنية التحتية ومواجهة هذه الارتجاجات المتكررة في السنوات الأخيرة. احنا وصلنا لنهاية التقرير ديالنا، شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء.